السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. كما شفتوا في العنوان غندير معكم واحد السيروم زوين طبيعي ضد تساقط الشعر بواحد المكونات زوينه ومعروفه. معروفه على انها كتقوي الشعر وانها كتساعد على المنع ديال التساقط ديالو، وانها كدير هذوك البيبي هير وكتثبت الشعر. فيها مكونات معروفين مفيدين بزاف بزاف لانبات الشعر. عندنا السانوج اللي هو الحبه السوداء، عندنا ورق الغار ولا كما كنسميوهم حنايا ورقه سيدنا موسى، ليها واحد الفوائد كثيره على الشعر. وعندنا القرنفل راه معروف بطبيعه الحال في التقويه ديال الشعر. هاد المكونات كل وحده لها فوائد كثيره وعديده على الشعر وعلى الانبات ديال الشعر وعدم التساقط ديالو والتقويه ديال الزغبه. وبطبيعه الحال هنايا عندنا القشور ديال البصله. ملي كتقطعوا البصله باش كديروها في الطياب، هذيك القشره ديالها كديروها في هذا السيروم هذا ولا في هذا السبراي. هذا سبراي لانه كيترش، هذاك الشيء علاش سبراي كيترش للشعر. مفيد 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 هذا السبراي. جربوه وغادي تشوفوا النتيجه ديالته. نتوما اللي غاديين تحكموا مني غتجربوا هذا السبراي. مهم كناخذوا واحد الكاسرونه، يعني فاش غادي نطبخوا هاد المكونات هادو. كما شفتوا غادي نضيفوا فيها هاد المكونات اللي هي السانوج، يعني الحبه السوداء ولا حبه البركه، ورقه سيدنا موسى والقرنفل والورقه ديال البصله. وكاين واحد العنصر اخر انا كنتفادى ما كنديروش لانه كيدير الشيب في الشعر، وهو اليازير ولا اكليل الجبل. راه تا هو زوين للشعر، ولكن السلبيه اللي فيه انه كيدير الشيب في الزغبه. مهم كنديروا هاد المكونات اللي قلت لكم في كاسونه وكنكبوا عليهم حركات واحد الكاس كبير ديال الماء. فاش غادي يطبخ هاد الشيء، وغير كاس كبير. علاش؟ لان كنديروا هذيك السيمانه صافي وكنتخلصوا من هاد سبراي اللي هيبقى عندكم، يعني ما تخليوش فوت سيمانه. هادشي اللي كاين كنحطوه فوق النار، نار مهيله يعني عافيه شويه، وكنغطيو الكاسرونه باش ما يطيروش هذوك الفوائد اللي في كل مكون من المكونات. ويمكن لكم انكم تدخلوا لجوجل وتبحثوا على هذه المكونات وتشوفوا المنافع والمزايا ديالهم. صافي هنايا عندي انه غلا، صافي غنطفي عليه كما شفتوا انا مغطياه. وصافي هنايا مني الماء ولا كيطبخ بحال هكا، صافي غادا نطفي عليه ونخليه حتى يبرد، وغادا نصفيه ونديرو في واحد الرشاشه. مهم هانتوما معايا وغادي نشوفوا كيفاش كنصفيه وكنديرو في الرشاشه، وكيفاش كنبقى انني نستعملو يعني الطريقه ديال الاستخدام ديالو. دابا عطيتكم المكونات وغنوريكم الطريقه ديال الاستخدام ديالو. صافي هنايا كان برد ليا الماء ديال هاد المكونات اللي طبخوا. غادي ناخذ واحد الصفاي وغادا نصفي هاد الشيء كله، يعني غناخذ غير هذاك الماء. اما هذوك المكونات صافي غنتخلصوا منهم، نرميوهم، ناخذوا غير الماء اللي حنا محتاجينه باش نرشوه على الشعر ديالنا. كما شفتوا صافي كتصفيوه في واحد الصفايه. شوفوا الماء ديالو وعرفتوا الريحه ديال القرنفل طالعه من الماء. ريحه القرنفل هي اللي طاغيه في هاد العناصر كامله، ما كاينه ريحه بصله لا والو. هذه هي الرشاشه كما كتشوفوا، كتاخذوها من عندكم مويلين اللي كيبيعوا هذاك الشيء ديال 5 دراهم. راه عندهم هاد الرشاشات هادو. صافي كنعمر هاد الماء هذا اللي تحصلت عليه ديال هاد المكونات او هاد المحلول او هاد سبراي، كنخويه في هاد الرشاشه هذه. صافي وهنا كيولي انه واجد انني باش نستعمله. هاد سبراي هذا كيتستعمل يوميا ترشوه على شعركم وما كتغسلوهش كيبقى على الشعر. يعني كترشوه هكا على الجلده ديال شعركم، على الفروه او الجلده يعني ديال الفروه ديال الشعر. كترشوه كما كتشوفوا. صافي ما كيخلي لكم لا ريحه لا حتى شي حاجه،
بالعكس مزيان. مني كديروه كتحاولوا انكم كديروا واحد المساج خفيف للشعر ديالكم، حركات دائريه عبر الاصابع ديالكم، اولا بهذوك الشيتات راه كاينين انهم بحال شكل البروسه ديال الشعر، راهم كيتباعوا حتى هما عندهم موالين 5 دراهم كتلقاوهم صافي. وكتحاولوا ديروا واحد المساج خفيف للشعر ديالكم صافي، وتمشطوا وتجمعوا شعركم. كتستخدموه يوميا البنات. هاد السبراي ما عندكمش مناش تخافوا منه، ما مكونات جد مفيده، مفيده بزاف 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 للتساقط، للتقويه، للكثافه يعني. ولكن بطبيعه الحال مع المداومه، ماشي غادا ترشيه نهار ولا يومين ولا 3 ايام ولا سيمانه وتقولي. هو في السيمانه الاولى كتبان لك النتيجه، السيمانه الاولى واظبي عليه غادا تبان لك النتيجه. اما الى بقى انك معتمد عندك، راه يعني ما نعاودش ليك ان هذيك الشيته مني تولي تمشطي هتشوفي ترتاحي نفسيا، لانه ما تبقايش تلقاي فيها هذوك الكبات ديال الشعر. يعني ان هاد سبراي زوين، جربوه وتفكروني ورحموا ليا والديا.